يا وليه مالك؟ ده شنو ده؟ انا اصلا عرفتك مما جيتني زي المواعيد دي، جاي وجايب لي معاك مصيبه. مصيبه شنو يا وليه؟ مصيبه شنو؟ وطي صوتك يا جيران. اجرك الكلب، يجرك الكلب انت يا اخواني. الجيران اللي اسمعوا، الجيران انت عايب بتشبههم، الجيران انت زيهم، الجيران بكره بعد بكره لما العيد يجي الخرفان دي عايب بيجيبوها خروف يشيلك كيف بك الحله دي كيف تزازي بك ما يقنت. جاي لسه زي المواعيد وجايب لي حته خريف وجاي حالف لي وشك. يا بدريه يا بدريه عليك الله، قولي بسم الله يا اخي قولي بسم الله. نحن والله في الزمن اللي علينا ده الواحد لو داير له طلب كمونيه في تلتله خليه يجيب له خريف وكلام زي ده. اسمع هنا، انا قلت الخروف ده اصلا غالي غالي نار ما بتهبش، مكوى رقم 5. قلت خلاص يا ود يا باشري فكر كويس، شوف لك خريف صغير جيبه يربى مع الاولاد 6 شهور 7 شهور تخ اتنحر. يا اخي انا على ابو افكارك، انا على ابو افكارك لو بتجيب لي الخريف ده. اسمعني هنا يا ناس، انا اربي الشفع ولا اربي الخروف؟ بعدين الخروف ده انا اكله شنو؟ اشربه شنو؟ يا راجل لا تطلقني مالك على الجلطل علي. ما تكوركي من ناحيه الاكل والشراب ما عندك مشكله، باقي قرقوش، نعم باقي كسره، يا اخي باقي خضره، لا والله باقي بصل. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخواني يا اخواني يا ربي يا سيدي الراجل ده ينجلط ويموت قبل ما يجلطني وقبل ما يقتلني. يا ربي يا سيدي لا اله. بالراحه 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 بالراحه. انا سويت شنو في دنيتي دي يا اخواني؟ انا اقع في راجل زي ده. لا حول المرة دي بس ماسوره واتكسرت. يا وليه بالراحه قولي بسم الله. الحياه بقت صعبه، الحياه مغامرات. الخروف قلت لك بقى غالي ما بيتهرش. بالراحه واحد واحد عليك الله، ما تجوطي عليك الله. امسكي امسك شنو؟ امسكي. وب علي ده شنو؟ الخروف ده عنده كله 8 ساعات رضعه. رضعه؟ ايوه. ولا علي يا اخواني؟ كوركي ورضعي يا جيلي. يا اخواني انا شنو؟ الحمد لله يا اخواني. حسين ها في شنو؟ اسمعني. ها عملت لي شنو في موضوع الخروف؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انت اخي ما عارفه يحب الكلام الكثير يا اخي. يا اخي اسمعني يا حسين، انا كل ما اجي اتكلم معاك في موضوع الخروف انت تقول كلامي كثير. يا اخي انت عارفه موضوع عارفان انا خروف اقصد موضوع الخروف ده يا اخي عارفاه يا اخي. انا بعمل لي هستيريا بيجيب لي صدمه. انا يعني انا امكانياتي بسيطه وما بقدر على الخروف ده يا اخي. انا زول بسيط وايديولوجي وبحت يا اخي موضوع الخروف ده يا اخي. يا حسين يا اخي الناس دي كلها بتتكلم في موضوع الخروف الا انت بس بتتكلم بس موضوع الكوتشينه والضمنه. ليه؟ يا اخي ما قادر مع اني امكانيه يا اخي. مرحبا مرحبا باشري. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. عليكم زين. يا اخي اتفضل على البيت يا اخي. يا حسين. اتفضل يا اخي 10 كشتينه ضمنه اي حاجه يا يا اخي. راجل هي انت فارغ ولا شنو؟ انا بتكلم معاك في موضوع الخروف تقول لي كوتشينه؟ الخروف ما بيجي يا اخي بيستاهل موضوعه يا اخي ما بيستاهل موضوعه يا اخي. يا باشري يا اخي تفضل خش يا اخي جيب لك ان شاء الله مويه بارده يا اخي. يا حسين هاي. العزومه حقتي انا جليه، انت اطلع من يك الخروف ده مره خشومه زي الدباسه بات بات بات. تضرب الاندومي سبحان الله. جدي باشري الكبير حبوبتي قالت لي كم بيدوا لها لو انت تاكل فيه الاندومي. ها باع نسمع باع تاخ بتتنقل يا بدريه. والله يا بشري انت زول عجيب خلاص. والله فعلا كيف؟ والله فعلا زول عجيب والله. والله الحركه اللي عملتها دي أي. انا افكر فيها 60 سنه ما اعملها. لا والله يا اخوان المساله بسيطه جدا، ما اي زول في الدنيا دي بيتصرف على حسب تصرفات يعني امكانياته. انت امكانياتك ضعيفه جيب لك خروف صغير يقعد مع الاطفال يربى، الحياه تقع من الترابيزه يسفسفها، ما في حاجه. عشان يجيب لك خروف كبير تخ انضبح. عليك الله يا بشري دار اسالك سؤال. نعم. انت المرأة رضت كيف عليك الله؟ في البدايه كوركت والولد يا زول شبكتني لك قلت لا يا وليه هوي انا بخوف. ايوه قلت لا اسمع يا وليه نحن الرجال كلمتها واحده. اسف. الخروف ده يربى مع الاولاد. عفيت منك والله. عشان رخت هاي. بس الخروف والاولاد تجازى. اي والله. ولا كلا فكرت فيها كيف انا كلا. نزل معناه ايديولوجي مغنن ها مقعد. مقاعد. الو ها يا بدريه. لا والله. يا ساتر ها في شنو؟ كيف؟ ها؟ اسكت يا حسين اسكت. انا والله من ما شفت وشك العامل زي مطار خرطوم ده صاله واحده. ها في شنو يا بشري؟ يا اسكت يا حسين. ها الولد البنت والخروف مالهم. بشري ده كلامكم نحس من ما جينا قعدت هنا نجحتوني الخروف والبنت عيانين.
بشري يا اخوانا الكشتاله يا كشتاله طيرتوها علينا اخو جوا خروف 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 خربتوا لنا كشتاله خروف خروف يا الا بالله لا حول يا خوجلي اسمع انا جيب مطافي جيب السيارة انا بستناك هنا. هاي صريح لا حول ولا قوه الا بالله يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب الضحية يا بشري الضحية مش بكل ما جد جه. يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ده شنو يا بشري؟ تخلي بنتك العيانه وتجيب الخروف؟ يا خوجلي البيت العيانة دي قرض وكمون بمرقة الخروف ده لو مات البمرقني أنا شنو؟ شوف لي دكتور بيطري قريب لا حول ولا قوه الا بالله.